ويا اهلا وسهلا. تعالوا اخدكم معايا في جوله في شقه انا بشطبها في الشروق، وعملت فيها التعديلات المعماريه، تاسيس الكهرباء، تاسيس السباكه، ومحرت الارضيه، تجهيز للبورسلين، ولسه طبعا شغالين عشان نبدا في الجبسون بورد. ولكن انا هتكلم معاكم في التعديلات المعماريه لان انا فعلا حابب ان انا ااكد عليكم قد ايه التعديلات المعماريه مهمه جدا وبتفرق جدا في مساحه الشقه واستخدامك للشقه واستغلال المساحات في الشقه. فانا هقلب الكاميرا وابدا ان انا اشرح لكم كل التعديلات المعماريه زائد التعديلات اللي عملناها في الحمامات عشان نقدر نستغل المساحه، لان انا بالنسبه لي بعتبر التعديلات اللي معموله في الحمامات من التعديلات المعماريه اللي ممكن نعملها في الشقه بتاعتنا. يلا بينا. طبعا هنا ده كده باب الشقه. طبعا باب الشقه بالنسبه لي انا بدخل بفتح الباب، هلف كده عشان اقدر اوريكم الصوره واضحه. باب الشقه بالنسبه لي بفتح بلاقي في وشي على طول في طرقه طويله جدا طبعا، والحيطه دي كانت مبنيه على الوش، كانت فلات من هنا، فكانت الطرقه طويله جدا. وعلى ايدي اليمين هنا في المطبخ، وعلى ايدي الشمال في الريسبشن. فاحنا بكل بساطه حابين نحط جزامه، فقررنا ان احنا نعمل ايه؟ قررنا ان احنا نكسر الحيطه دي ونبدا ان احنا نرحلها لجوه. وعندي الكتف ده او الجزء ده الكبير ده عمود، فرحلنا الكتف، رحلنا الحيطه دي لجوه، واستغلينا العمق ده كله ان احنا نعمله جزامه بلت ان من الارض للسقف، نحط فيها تخزين فوق، وفي نفس الوقت نستغلها لجزامه ومرايه في الجزئيه دي. هتبقى جميله جدا، وفي نفس الوقت عمقها ومساحتها وعرضها محترم جدا، وهيكسر معايا الملل بتاع الطرقه. هنا على ايدي اليمين باب المطبخ، برضو من التعديلات المعماريه اللي عملناها مقارنه بمساحه المطبخ. فاحنا فتح ده من المطبخ 90، احنا خلينا الفتحه متر و10، لان طبعا المطبخ عندي مساحته كبيره جدا، مساحه مش صغيره. فدي تاني تعديل معماري معايا. طبعا احنا عدلنا في كل الشبابيك في المناور. هنا عملنا تعديل في شباك المطبخ بحيث ان انا ده كده عندي هنا الليفل بتاع الرخامه اللي هو الخط اللي احنا عاملينه ده، فاحنا علينا الشباك، هو الشباك كان نازل لحد تحت عشان يبقى في عندي رخامه ما بين خلاط الحوض، لان احنا عاملين الحوض في الجزئيه دي ما بين خلاط الحوض وما بين الشباك. وفي نفس الوقت صغرت من فتحه الشباك لان هي كانت واخده مساحه كبيره من المطبخ، وفي نفس الوقت لحد الان الشباك مساحته كويسه ومدخل تهويه واضاءه كويسه في المطبخ. تمام. هنا ده الريسبشن بتاعنا، ما عملناش فيه اي حاجه غير ان احنا بس في التعديلات المعماريه الحيطه اللي احنا كسرناها رجعناها لورا وخلت الجزء ده معايا فلات. فطبعا دايما بنقول ان الريسبشن كل ما تبقى الكسرات فيه اقل كل ما الريسبشن يبقى الدنيا فيه اشيك، وخصوصا هنا الريسبشن بتاعنا واسع ومتقسم معايا ل3 قطع في الجزئيه دي بتاعه الريسبشن. تاني تعديل معماري عملناه او تاني تعديل اتعمل، ممكن ما نسميهوش معماري، اتعمل في الحمام. طبعا رحلنا الكتف ده بحيث ان انا اخلي العمق بتاعي من هنا يسلك معايا ان انا اعمل حوض. لو انا عايز اعمل رخامه هعمل، لو انا عايز اعمل حوض بس بوحده هنا في الجزئيه دي فبرضه هعمل، واخلي الحته دي احط فيها زرعه او احط فيها اي حاجه فيها ديكور، احط فيها فواطه ايا كان. تمام. وبنينا كتف كبير من الارض للسقف، ابدا ان انا جوه اخد معايا جلسه والتو جروفز زائد خلاط الدش، وخدنا الشاور بوكس بتاعنا من الاول للاخر، وقصاد الحوض خدنا القعده المعلقه، وهنا حطينا غساله الملابس لان احنا مش حابين نحط غساله الملابس في المطبخ عشان هيضيق معايا المطبخ وهياكل مساحه. واستغلينا الرف بتاع القعده المعلقه وكملنا بيه داخل الشاور بوكس، هيدي معايا برضو استخدام داخل الشاور وهينفعني جدا في المساحه. فده كده حمام الكبير بتاعنا، وده ثالث تعديل معماري عملناه. طبعا الطرقه دي عرضها من هنا لحد هنا متر و15، فاحنا قبل ما نعمل التعديل كانت الحيطه دي مبنيه لحد العمود ده، فكانت الطرقه دي عرضها 90 وكان الممر ضيق جدا زي ما انتم شايفين. فاضطرينا ان احنا نكسر الحيطه دي، كسرنا الحيطه دي وكسرنا البابين دول وكسرنا الحيطه دي ورحلناهم لجوه، لان كان الباب ده مش معمول له برور او محاكيه، ما كانش فيه برور او محاكيه، فاضطرينا ان احنا نكسر ونرحل. فبقى عندي الطرقه مساحتها من هنا هي مساحتها من ورا، وفي نفس الوقت بقى عندي محاكيه شمال ومحاكيه يمين للباب ده، والباب ده برضو بقى عندي ليه محاكيتين، اقدر ان انا الابواب بتاعتي تركب بطريقه شيك جدا وفي نفس الوقت شكلها يبقى لذيذ جدا. طبعا احنا هنا في الشقه مرحلين الارضيه عشان بنجهزها دلوقتي للبورسلين المقاسات الكبيره شويه، او حتى لو هنركب بورسلين 120 في 60 فبرضه الشكل بيطلع كويس جدا. طبعا ده حمام الغرفه الماستر، عملنا هنا برضه حوض وهنا القعده المعلقه، وعملنا هنا الشاور بوكس، وعملنا تعديل في الشباك كان جاي
برضو واخد مساحه كبيره من الحمام، فرحلنا الشباك وخلقنا هنا من اول الشباك لحد هنا خلقنا مسافه 90 سم نحط فيها خلاط الدش يجي معايا كده. العميل ما كانش حابب ان هو يعمل الطاسه اللي بتيجي بيلت ان من السقف. طبعا الشغل كله عندنا معمول في تاسيس شفاطات، ولكن احنا زي ما قلنا مش عايزين نتطرق لمواضيع تانية، احنا حاليا بنتكلم عن التعديلات المعماريه. فدي كانت التعديلات المعماريه اللي احنا عملناها في الشقه، وبالنسبه لي شخصيا هي فرقت جدا في الشقه، وفي نفس الوقت باقل تكلفه واقل مجهود قدرنا ان احنا نغير في حاجات بسيطه في ملامح الشقه هتفرق معايا جدا لما نيجي نشطب المكان. عارف كويس جدا ان ممكن تكون التعديلات اللي انا اتكلمت فيها ممكن تكون تعديلات بسيطه جدا، ولكن صدقني ان التعديلات دي مهمه جدا جدا في الشقه، واي تعديل بسيط صدقني بيبقى ليه اهميه وبيفرق جدا في استخدامنا للشقه بتاعتنا. التعديلات دي بتبقى بناء على ان احنا لازم بنرفع مقاسات الشقه بتاعتنا، بنيجي نعمل اسبلت للشقه، بنعمل بعد كده التعديلات المعماريه، وبنبدا نتناقش مع العميل في كل التفاصيل ونقترح عليه اقتراح اول واقتراح تاني واقتراح تالت ونختار احسن اقتراح من ضمنهم. ده كان فيديو النهارده، كان معاكم المهندس احمد هشام مهندس ديكور، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.